ركز معايا. عارف الاحساس ده ان رمضان ما بقاش زي زمان؟ احساس كده غريب. انت اوريدي في رمضان بتعيش ايامك بس مش حاسس بنفس الفرحه اللي كنت بتحس بيها وانت صغير. ما بقاش بيجي لك فانوس، ولو حتى لسه بيجي لك فانوس مش بيديك نفس الشعور اللي كنت بتحس بيه زمان. من المسلسلات ما بقتش بنفس المتعه، حتى صوت مدفع رمضان ما بقيناش متحمسين ليه زي الاول. هو ليه رمضان اتغير؟ ولا ممكن يكون احنا اللي اتغيرنا؟ أنا من جيل التسعينات، والجيل ده شاف رمضان في عصر مختلف تماما، مختلف عن شكله الحالي، قبل ما السوشيال ميديا تاخد كل حاجة، قبل ما التكنولوجيا تسيطر علينا زي دلوقتي، قبل ما الدنيا تبقى سريعة بالشكل ده. كنا بنعيش تفاصيل رمضانية ما بنشوفهاش دلوقتي، كنا بنستناه من السنة للسنة. فاكر أول يوم رمضان وأنت طفل؟ كنا بنحس إن رمضان بيجي ومعاه روح مختلفة، كأن الدنيا كلها بتقف وبتستعد عشان رمضان. طب ليه بقى الإحساس ده اختلف؟ ليه بقينا بنكرر الجملة دي كتير إن رمضان ما بقاش زي زمان؟ خليني أقول لك الأسباب اللي ممكن تكون هي السبب في ده، او اكشلي هي دي الاسباب. اولا، التكنولوجيا قتلت اللحظه. زمان كنا بنعيش كل حاجه بجد، كنا بنحس بالجوع وبنحس بالوقت. الصبح في فتره الصيام مفيش مسلسلات، مفيش حاجه بتتفرج عليها، ومفيش موبايل وريلز وحاجات تقتل وقتك وتمشيه لغايه ما اذان المغرب يجي. وقتها انت كنت متضايق لانك كنت بتعاني، لانك بتحس بالصيام، ولكن اكشلي بعد مرور الوقت اكتشفنا ان هو ده كان الصح. وقتها انت كنت بتعيش رمضان بجد. لكن دلوقتي منصات الستريم سيرفيس بدل الواحده بقى فيه 2 و3، والمسلسلات والبرامج وكل حاجه متاحه 24 ساعه. تقدر تشوف مسلسلاتك في اي وقت، مش زي زمان كنا بنستنى بعد الفطار ونقعد نستنى وعندنا جدول مسلسل ايه بيجي الساعه كام عشان نشوفه. لا، انت دلوقتي مش محتاج تعمل ده خالص. انت ممكن تشوف مسلسلك الصبح ومسلسل تاني بالليل ومسلسل تاني بعد الفجر. مبقاش في تنظيم لاي حاجه. فقدنا الاحساس بالانتظار، فقدنا طعم رمضان الحقيقي. رمضان بقى شهر استهلاكي اكتر من كونه شهر روحاني. زمان كنا بنستمتع باللمه، بالعيله، بالعباده. لكن رمضان دلوقتي بقى سباق اعلانات وترندات، سواء ترندات اعلانات او ترندات مسلسلات او ترندات الانفلونسرز على السوشيال ميديا اللي انت مسحول معاهم كلهم طول شهر رمضان. سباق عروض، سباق مين هيروح يتسحر في المكان الفلاني ومين هيروح يفطر في المكان الفلاني، ونصور ونعمل ريلز وستوريز ونولع الدنيا على السوشيال ميديا. كمان فقدنا العادات الحقيقيه. زمان كانت الجيران بتتجمع، العوائل بتتجمع، حتى لو مش بنفطر مع بعض كنا بنحس ان كلنا جزء من مجتمع بيحتفل بالشهر ده. لكن دلوقتي كل واحد في العالم بتاعه، قاعد قدام شاشته يتفرج على مسلسلاته وبرامجه عشان يخلص ويقعد يناقشها على السوشيال ميديا. وكمان واحده من الاسباب اللي بتخلينا ما عدناش بنحس ان رمضان زي زمان، ويمكن دي هتبقى اصعب واحده واصعب حقيقه عليك، هي ان احنا كبرنا. زمان كنا أطفال، كنا بنشوف الحاجات من منظور مختلف، من منظور بريء. كل اللي احنا كنا مستنينه من العالم ان احنا نتبسط منه. اي حاجة صغيرة كانت بتبسطنا، كنا بنحس بمتعة كل التفاصيل. لكن دلوقتي بعد ما كبرنا بقينا بنشوف الحياة بنظرة مختلفة اصلا، وبقينا عايشين عشان نقارن الحاضر بالماضي. بس هل ده معناه ان رمضان فقد قيمته؟ اكيد لا. رمضان لسه جميل زي ما هو، وستيل ممكن نعيشه بنفس الروح لو احنا قررنا اننا نعمل ده. انت تقدر تجرب بنفسك. جرب تسيب موبايلك، جرب تقلل من المسلسلات اللي انت بتستهلكه على مدار اليوم، جرب تفطر مع عيلتك او مع اصحابك او مع اي حد من غير شاشات، من غير اي تشتت. بس اقعدوا مع بعض وعيشوا اللحظة مع بعض بدون أي مشتتات خارجية. جرب إنك تخرج تشم ريحة رمضان في الشارع بدل ما تعيشه على السوشيال ميديا. هل انت عارف ان رمضان مش مجرد شهر احنا بنصوم فيه وبنفطر؟ رمضان ممكن يكون نقطة تحول حقيقية في حياتك. الشهر ده هو شهر العبادة، بس مش بس شهر العبادة، لانه فرصة ذهبية انك تعيد ترتيب حياتك، تصلح اللي محتاج يتصلح، وتخرج منه انسان مختلف، انسان اقوى وانجح، والاهم من ده تخرج منه اقرب لربنا. في رمضان كل حاجة بتتغير، روتين يومك، طاقتك، حتى الاجواء اللي حواليك بتبقى مختلفة. ولو استغليت التغيير ده صح، حياتك ممكن تاخد منحنى كبير تماما. لو كنت من الناس اللي بتأجل الصلاة، رمضان فرصة انك تبدأ من جديد، فرصة انك تجرب تحس بروح العبادة، مش بس ان هي تكون عادة عندك، لكن كحاجة بتديك راحة داخلية حقيقية. طب ليه ما تستغلش الاجواء دي؟ ليه ما تقولش لنفسك انا هبدأ اصلي في رمضان حتى لو كنت مقصر قبل كده؟ لانك لو قدرت تلتزم في رمضان هتلاقيك بعدها مش قادر ترجع زي ما كنت. هتحس ان في رمضان ان في حاجة ناقصة لو ما كملتش.
لكن رمضان مش بس فرصة روحانية، هو كمان فرصة إنتاجية. تعرف إن في رمضان ممكن تكون أكتر إنتاجية من أي شهر تاني، لأنك بتتعود على نظام معين، مواعيد ثابتة للأكل، ما فيهاش شغل، ما فيهاش أي شيء، مواعيد للصلاة، وقت محدد للشغل، وقت للراحة. لو استغليت الجدول ده صح هتقدر إنك تنجز شغل كان ممكن ياخد منك شهور عشان تعمله، وهتخلصه في وقت أقصر بكتير. وده مش كلام نظري، أكبر رواد الأعمال، أكتر ناس نجاحا في العالم، دايما بيتكلموا عن أهمية إن يكون عندك روتين أو نظام ثابت، يوم منظم. ورمضان بيقدم لك الروتين ده، بيقدمه لك اكشلي بشكل إجباري على طبق من ذهب. جرب إنك تعمل لنفسك تحدي في رمضان، مش بس على الجانب الروحاني لكن كمان في حياتك الشخصية والمهنية. لو كنت دايما بتحس إن وقتك بيضيع على السوشيال ميديا، رمضان هو الوقت المناسب إنك تتحكم في العادة دي. لو كان عندك مشروع مأجله أو حاجة عايز تعملها ومأجلها، اشغل نفسك بيه بدل ما تضيع وقتك في الفرجة على المسلسلات الرمضانية اللي هي اكشلي متاحة طول السنة. هي مش هتخلص وتروح بعد رمضان، هي ستيل موجودة عادي، تقدر تشوفها في أي وقت على مدار السنة. لو قدرت إنك تتحكم في يومك في رمضان، صدقني بعد رمضان هتقدر تتحكم في حياتك كلها. رمضان مش مجرد شهر بنعدي عليه كل سنة، هو فرصة سنوية إنك تبدأ من جديد، إنك تتحدى نفسك وتخرج منه نسخة أقوى وأفضل من نفسك. والسؤال هنا، مستعد إنك تخلي رمضان السنة دي نقطة تحول؟ واخيرا انا اللي عايز اسالكم، هل انتوا شايفين ان رمضان فعلا ما بقاش زي زمان، ولا احنا اللي اتغيرنا؟ ولو حاسين انه فعلا اتغير وما بقاش زي زمان، قولوا لي ليه. مستنيكم في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه، هيفوتك كتير جدا لو ما عملتليش فولو هناك. هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. يب، ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. رمضان كريم.